آه، أتمنى كلكم تكونوا بخير. أبنوا مساء النور. أتمنى تكونوا بخير وتكونوا مستعدين للسيشن النهاردة. آم، بفكركم أو بطمنكم تاني إن الكونكشن لو حصل فيها مشكلة، الإنترنت قطع، باقة فصلت. إحنا هنراعي ده، بس أهم حاجة تخشوا. لو طلعتوا من الزوم تخشوا تاني على طول لما تقدروا. ولكن إن شاء الله ما يكونش حد عنده مشكلة في الأتندنس. وإن شاء الله كله يتبعت له الامتحان. احنا النهارده هنكمل مع بعض الفاينانشال انكلوجن، وهيكون معانا ابيسود تاني على الفاينانشال انكلوجن، ابيسود نمبر 6. احنا وصلنا لابيسود نمبر 6 مع بعض على سي اي بي اند فاينانشال انكلوجن. ازاي سي اي بي included financial inclusion as one of its main pillars or as one of its main goals, and how we are applying financial inclusion in CIB and reaching as many target audiences or target segments as we can. بعديها هيبقى معانا فيديو لرنيم رمضان بتتكلم فيه على financial inclusion. وبعدين النهارده هيبقى معانا أول جزء من sustainability. انا كنت قلت لكم في اول يوم ان احنا هيكون مش بس عندنا التكنيكال بارت بتاعه الفاينانشال انكلوجن، ولكن كمان هيبقى داخل معانا جزء بتاع sustainability. عشان لازم ناخد جزء من sustainability، لازم نتعلم عن sustainability وايه هي sustainability ونتعرف عليها اكتر. وكمان هيكون معانا جزء بتاع ال communication skills، وهي skills تهم كل حد لسه في الجامعة، زي تايم مانجمنت وكوميونيكيشن سكيلز. فدول هيكونوا معانا ان شاء الله برضو ستارتنج من بكره السوفت سكيلز، بس من النهارده هيكون معانا sustainability. فتعالوا كده نشوف مع بعض episode number 6 ونرجع تاني بعد. أهلا بيكم في الحلقة السادسة من سلسلة حلقات هنتعرف فيها أكتر عن الشمول المالي. في الحلقة دي هنتعرف على دور بنك السي آي بي في التعامل مع ملف الشمول المالي في مصر والمساهمات اللي بنقوم بيها لتحقيقه. طبعا إحنا كبنك مدركين أهمية الشمول المالي في عملية التنمية، ومدركين برضو مخاطر الفشل في تحقيق الشمول المالي. على سبيل المثال، في أضرار عامة بيتعرض ليها غير المنضمين للنظام المالي للدولة. أول حاجة الاضطرار للتعامل عن طريق الكاش أو الأموال النقدية، وبالتالي زيادة احتمالية تعرضها للتلف أو الضياع أو السرقة. تاني حاجة لجوء البعض لجهات إقراض غير رسمية، واللي بتفرض سعر عائد مرتفع بيؤدي إلى عجز في السداد، وبالتالي نتيجة لده بنسمع عن مصطلح الغارمات. والمصطلح ده للتعريف هو سيدة أو أم بتكون لجأت لواحد من الأساليب دي وبعد كده تعثرت في الدفع، وده بيخلي صاحب المال يقاضيها ويصدر ضدها حكم بالسجن. تالت حاجة صعوبة إنشاء المشاريع بالنسبة لأصحاب رأس المال المنخفض. رابع حاجة التعرض لأشكال مختلفة من عمليات النصب والاستغلال، وفي أضرار بتتأثر بيها الدولة نفسها نتيجة عدم تحقيق الشمول المالي. منها عدم القدرة على قياس وتحديد حجم الناتج القومي، وعدم القدرة كمان على تحقيق المساواة الاجتماعية، وعدم وصول الخدمات لمستحقيها، وكمان زيادة نسبة التهرب الضريبي. وآخر حاجة احتمالية استعمال نسبة كبيرة من الأموال اللي خارج المنظومة المالية للدولة في أعمال مشبوهة جنائياً، زي تمويل الإرهاب وتجارة المخدرات وغسيل الأموال وخلافه. طب إزاي ابتدت خطة الشمول المالي في بنك السي آي بي؟ البنك التجاري الدولي سي آي بي من 2010 كان من أول البنوك اللي اهتمت بفكرة تحويل العمليات المالية اللي كانت بتتم من خلال المعاملات المباشرة في البنك لعمليات تتم من خلال القنوات التكنولوجية المختلفة، من منطلق تسهيل وتسريع وتأمين العمليات دي. ومن هنا ابتدى البنك كمثال يوفر للعميل أرقام للكول سنتر يقدر من خلالها يتابع إجراءاته أو يحصل على إجابة لأي تساؤلات. وابتدى البنك يضيف للخدمة دي ال IVR تكنولوجي، واللي هي الردود الآلية اللي بتمكن العميل من الوصول لهدفه بشكل أسهل، ويقدر كمان من خلالها
يحدد المعاملة المالية اللي عايزها. كمان وفر البنك إن التعاملات دي تتم على مدى 24 ساعة في اليوم على مدار الأسبوع بدون أي توقف، لتحقيق مبدأ التواجد الدائم لتأمين متطلبات عملائه على مدار الساعة. وطبعاً مع الوقت ومع الاستفادة من إمكانيات تكنولوجية أكتر، وصلت البنوك ومن ضمنها البنك التجاري الدولي لأنها تبقى قادرة تقدم خدماتها بشكل أسهل وأسرع وأكتر فاعلية من خلال تطبيقات على الموبايل، وده بيسهل بالنسبة لأي مواطن فهمها واستخدامها. من سنة 2010 وصولا ل 2022 بقى نسبة أكتر من 90% من المعاملات البنكية سواء مع الأفراد أو الشركات أو المؤسسات الصغيرة بتتم من خلال قنوات تكنولوجية وعن طريق الديجيتال بانكينج. عندنا كمان حاجة اسمها الكوربريت شانلز، ودي حاجة نتشرف بأننا من أوائل البنوك اللي طبقتها في مصر. سنة 2010 اشترينا سيستم من إنجلترا. السيستم ده بيقوم بخدمة لو العميل عنده خطابات ضمان أو اعتمادات، ودي عملياتها معقدة أكتر بكتير من عمليات السحب والتحويل وخلافه، وبيتمم له عملية الاعتماد أو خطاب الضمان بشكل متقن أكتر وبصورة آمنة وموثوقة، ويقدر العميل من خلاله يحط كل الشروط والمقومات اللي تناسبه، ومن ثم يراجعها البنك ويرتب المواصفات دي بالشكل الرسمي اللي يضمن شرعية وقانونية وجودة كل الخطوات. باختصار، البنك بيبني خلال سنين ومستمر في البناء والتطوير تحت إرشاد من القيادة المصرية والبنك المركزي، وده إيماناً منه بأهمية الشمول المالي وإدراكه لوجوب تطبيقه. مؤخراً نزلنا برنامج جديد اسمه بنك أوف ذا فيوتشر أو بنك المستقبل، وده ابتدينا ندور على عدد العمليات المالية اللي بتتعمل جوه الفروع، حوالي 150 عملية جوه الفروع، واهتمينا نقلل الزحمة والتكدس، واهتمينا كمان إن رحلة العميل من بداية سؤاله عن الخدمة انتهاء بحصوله عليها تكون مرضية وفي منتهى السلاسة والدقة والسرعة. كمان بما إننا من أكبر البنوك الموردة للمعاملات الضريبية، فأتحنا لأغلب المؤسسات والشركات إنها تنفذ معاملاتها دي بسهولة، وده من خلال سيستم وتطبيقات على الموبايل. كمان إحنا من أوائل البنوك اللي كان ليها السبق في توفير المحافظ الإلكترونية. كمان زودنا عدد ماكينات الصراف الآلي على مستوى الدولة بحيث نكون متواجدين دايماً في أقرب مكان بالنسبة للعميل. ومش بس زودنا عدد الماكينات، إحنا كمان اهتمينا إنها تكون up to date و available مع التكنولوجيا الحديثة بحيث تحقق الخدمة المطلوبة وتكون مفيدة بالنسبة للعميل أو المستخدم. باختصار، العميل بتاعنا هو قمة أولوياتنا، عايزينه دايما يحس إننا حواليه، إننا مهتمين بأمره، ويحس كمان بحجم التطور والتحديث اللي بيحصل عشانه يوم بعد يوم. في الحلقة الجاية هنتكلم عن الديجيتال انوفيشن وعلاقته بالفاينانشال انكلوجن. خليكم معانا. احنا كده شفنا الفيديو بتاع CIB and Financial Inclusion episode 6 بتاعتنا النهارده. قبل ما نخش على الفيديو بتاع رنيم بتاع Financial Inclusion، هيكون عندنا لايف سيشن بسيطة قوي مع شهاب. هيريليت الكلام اللي قال في الابيسود على CIB and Financial Inclusion، وهيرجع لنا ببساطة على السي اي بي برودكتس، وبالذات السي اي بي برودكتس اللي بتارجت فاينانشال انكلوجن كجزء من البنك مانديت بتاعنا السنة دي. فشهاب هيطلع معاكم دلوقتي for 15 or 20 minutes يقول لكم everything you need to know about CIB products. فتعالوا كده نشوف هيقول لنا ايه.
مساء الخير، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يعني قبل ما نبدا في المراجعه الظريفه اللي احنا بنعملها دي، حابب في الاول اقول لكم شكرا ليكم كلكم، شكرا على حضوركم، شكرا على التزامكم، واتمنى لكم رحله تعليم ظريفه وفعلا تبقى مفيده لحضراتكم كلكم. طبعا انا يعني انا شهاب شمس الدين، اديتكم السيشن بتاعت البرودكت نوليدج، فجاي اعمل زي ريكاب على البرودكتس اللي احنا اتكلمنا فيها. اتمنى في الاول ان السيشن تكون كانت خفيفه ظريفه لطيفه عليكم، مش محدش نضايق ولا نزعج منها ان شاء الله. مبدئيا احنا اتكلمنا في الاول على مفهوم بنك. مفهوم بنك لان احنا بنبقى في مرحله ساعات بنبقى تايهين شويه في كل الترانزاكشنز وفي كل الحاجات اللي البنك بيعملها، لان هو انفولفد في كل حاجه في حياتنا تقريبا. وبالتالي احنا عايزين نفهم يعني ايه بنك. وصلنا ان بنك هو عباره عن وسيط بين جهتين اللي هم يعني بمنتهى الاختصار اللي في الدنيا الافراد والشركات. الشركات احنا مش هنتكلم عنهم، احنا بنتكلم على المنتجات المخصصة للأفراد. الأفراد حالهم حال أي ناس طبيعية، بيبقى محتاج حاجة من اتنين: يا إما مرة عايز ينفست فلوسه عندي، وده بيبقى ليه احتياجات ليها كتير ونيدز كتير، البنك بيحاول يوفر لها منتجات تتناسب مع هذه الاحتياجات. وساعات بيختار نوع تاني من المنتجات وهو منتجات الأصول، ان هو عايز يستلف من البنك. وعرفنا الفرق بين اللايبيليتيز والاسيتس. اللايبيليتيز اللي هي الالتزامات، وفهمنا هو مين اللي ملتزم ناحية مين. عرفنا ان البنك هو اللي ملتزم ناحية العميل ان هو يستثمر فلوسه ويرجعها له بعائد. وهنعرف دلوقتي المنتجات اللي تحت الالتزامات او اللايبيليتيز. وفي نفس الوقت الاسيتس او الاصول هي اصول البنك لدى العملاء، وبالتالي هو بيديهم الفلوس دي وبيأتمنهم عليها وبيرجعوها له تاني بفايدة. وبالتالي هنا بيبقى العميل لبى احتياجه والبنك في نفس الوقت كسب الفايدة بتاعته. نيجي نتكلم على اللايبيليتيز او الالتزامات اللي هي منتجات الالتزامات. اللايبيليتيز دي يا جماعة تحتيها مين فور برودكتس، 4 منتجات أساسية. أول حاجة طبعا الحسابات، 2 الودائع، 3 الشهادات، 4 صناديق الاستثمار. الفرق او الفكره ليه يا بنك عامل 4 منتجات وجوه كل واحد منهم في سب برودكتس او منتجات تانية تابعه ليها؟ ليه عاملين كل التنويع ده؟ عشان نقدر نلبي احتياجات كل الناس وكل الافراد، بحيث ان احنا نضمن ان احنا نحقق الهدف الاساسي والمرجو من تنوع المنتجات دي، وهو ان الناس تبقى مشموله بنكيا عندنا. وبالتالي بنحاول ان احنا دايما نوفر منتجات تتناسب مع كل الناس. عشان كده انا بقول او يعني بحب دايما اقول ان هو ما فيش منتجات بعينها بتاعه الشمول المالي، وعلى قد ما هو كل ما كان فيه تنوع في المنتجات فانت بتوصل لكل اطياف المجتمع، وبالتالي بتضمن شمولهم ودخولهم جوه المنظومه البنكيه. وبالتالي ده بيحسن الاقتصاد وبينميه وبيكبره وبيزود القدرة المالية للبلد في العموم. ولكن نتكلم تحتيهم ال4 منتجات الأساسية اللي تحت اللايبيليتيز أو اللي تحت الالتزامات. أول حاجة خالص الحسابات. الحسابات فيها انواع كتير وفيها شرح كتير اتعرضنا ليه واحنا في السيشن بتاعتنا. ولكن الاكونتس انا احب الناس اللي تحضر البرودكت نوليدج تبقى فاهم المنتج مش حافظه. هو ليه عميل ممكن يعمل حسابات ما يعملش نوع تاني من الادخارات؟ اللي بيحب يعمل الحسابات او بيدخل في الاكونتس هو عميل عايز في احتياج للسيولة، هو عايز فلوسه دايما تبقى سايلة، وبالتالي بيحطها جوه حساب بحيث يبقى تاني حاجة ليه اكسسبيليتي عليها على طول 24 ساعة، يا إما عن طريق الفروع يا إما عن طريق الديبت كاردز. وأول ما نذكر كلمة ديبت كارد نعرف إنه على طول مرتبط بإيه؟ بالحسابات. فده عميل عايز ليكويديتي وفي نفس الوقت عايز يبقى ليه اكسسبيليتي على حسابه. تالت حاجة ساعات بيحتاجها عميل الحسابات ألا وهي إن هو
ان هو ياخد انترست، فهيفتح نوع جوه الحسابات اسمه سيفنج اكاونتس بكل الانواع اللي فيها، او ان هو يطلع دفتر شيكات، فده بيفتح كارنت اكاونت وبكل الانواع اللي موجوده تحتيه. عارفين ان برغم ان في ناس عايزه في ناس عايزه فوائد وناس عايزه شيكات، ولكن برضه في ناس بيبقى عندها غير الاحتياج ده احتياجات تانية. زي مثلا واحد عايز يفتح حساب لابنه يفتح ماينر اكاونت، واحد عايز يوهب فلوس يفتح كير اكاونت، واحد عايز يفتح حساب هو وحد يبقى يفتحه جوينت اكاونت، وهكذا. حد لسه سنه 16 سنة او اكتر يفتح حساب بداية، وهكذا. دي كل الانواع اللي موجودة تحت الحسابات. ولكن الحساب هو من الاخر هو جاي يلبي احتياج ناس عايزه سيوله عاليه، وبالتالي ما يجيش يطلب فايده عاليه في المقابل. هو انا بدي لك سيوله عاليه وممكن ادي لك انترست لو عايز، بس ما تقوليش انا عايز انترست عاليه قوي، لانك لو عايز انترست عاليه يبقى احنا كده بنتكلم على الانواع التانيه اللي احنا داخلين فيها دلوقتي، الا وهي الشهادات والودائع. الفرق بين الشهاده والوديعه، هي الوديعة تعتبر medium long term investment، يعني هي مدتها قصيرة ويعني متوسطة وقصيرة، يعني مش ما توصلش قوي، مش مدد عالية قوي. والوديعة ميزتها إن عميل يقدر يكسر في أي وقت. هو واحد عايز فايدة أعلى من الحساب وفي نفس الوقت يبقى محافظ على قدر من السيولة. وبما اننا قلنا قدر من السيوله، يعني السيوله قلت شويه، تلاقي ايه اللي تناسب عكسيا معاها؟ الفايده. فتلاقي دايما فوائد الودائع يوجوالي او في العاده اعلى من فوائد الحسابات، لان السيوله في الحسابات اعلى اما في الودائع اقل، وبالتالي ده ينعكس على الفايده اللي بنديها للناس. يقدر يكسر وديعته في اي وقت، يقدر ياخد بضمانها لونز، ودي هنتكلم عنها كمان شويه. يقدر ان هو ينوع في الماتيوريتي ديتس بتاعتها، يقول انا عايز مثلا لما الوديعه بتاعتي تخلص ما تتجددش، بيسيب تعليمات مستديمه بكده، او عايزها تتجدد من تلقاء نفسها. وحتى وهي بتتجدد من تلقاء نفسها بيقول لك عايزها تتجدد مثلا بالاصل بس، او عايزه تتجدد بالاصل والفايده. لو تلاحظوا من اللغه كده لسه في شويه فلكسبيليتي، وبما ان في سنه فلكسبيليتي ويعني بندي لك انترست اعلى من الحسابات، بس ما ينفعش اقارنها بالشهادات. ليه؟ لان الشهادات فيها الاتي: الشهادات هي ميديوم لونج تيرم انفستمنت، هي بتبدا من 3 سنين ممكن توصل ل10. هي ناس قالت انا الفلوس دي مش في احتياج ليها دلوقتي خالص، انا عايز الفايده اللي بتنزل لي عليها، وبما اني انا الاولويه عندي للفايده وبالتالي انا عايز الفايده اعلى، اذا ايه اللي يحصل في السيوله يا جماعه؟ تلاقيها قلت. عشان كده بنقول له الشهادات بتبدا اصلا من 3 سنين 5 سنين لغايه 10 سنين. الفوائد بتاعه الشهادات نفسها برضو فيها انواع كتير عشان تتناسب مع احتياجات الناس كلها، وبالتالي معمول منها الفوائد الثابته، الفوائد المتغيره، الفوائد التراكميه. ولكن بنقول للعميل ما تقدرش تكسر الشهاده بتاعتك الا بمرور وقت معين عليها، اللي هي يوجوالي، وده بيبقى معظم البنوك او كل البنوك بتبقى مينيمم 6 شهور. ده كان بالنسبة للشهادات والودائع. وبما انك هتحط فلوسك عندي ومش في احتياج ليها، ايه اللي يحصل في الفايدة يا جماعة؟ تزيد على طول. ده كان لغاية دلوقتي الحسابات والودائع والشهادات. أمال إيه قصة صناديق الاستثمار؟ قصة صناديق الاستثمار هو عميل عايز يضمن التنوع في العموم، عميل عايز يحس إن هو بفلوس قليلة قدر يدخل في types of investments كتيرة، وبالتالي أنا عن طريق فلوسي الصغيرة دي هحطها جوه pool of investment، صندوق للاستثمار، وبالتالي فلوسي وفلوس الناس كلها بتبقى مع بعض، فاضمن ان هي تتنوع. لو هي بقى راحت شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا وشويه هنا، فبالتالي بيضمن ان هو كده كده يا كسبان يا على الاقل مقلل الخساره بتاعته. لو خسر هو في احتمال انه يخسر على حسب نوع صندوق الاستثمار. وده يوصلنا ان صناديق الاستثمار في منها
3 أنواع من الاستثمارات، يا إما آمنة بالكامل، يا إما فيها مخاطرة، ولما نذكر كلمة مخاطرة ده معناها بورصة، ويا إما ميكس بين الأمان والمخاطرة بنسب العميل برضه هو اللي بيختارها. وكل لو تلاحظوا ان تحت كل حاجه في a lot of products عشان نضمن ان احنا نشمل الناس دي كلها، واي حد عنده اي رغبه او اي نيد اوف انفستمنت ان هو يبقى مشمول معانا. وزي ما ضامنين ان عايزين الناس كلها تبقى مشموله معانا، فاحنا كمان منوعين جوه السيجمنتس بتاعه الناس. يعني ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ يعني حتى الناس ليها سيجمنتس، والسيجمنتس دي الاماونتس بتاعتها بتختلف من وقت للتاني، وبتختلف جوه السيجمنت نفسها. بمعنى حضرتك دلوقتي انت لازم تقسم الناس عندك لشرايح، بتبدأ عندك من البرايم والبلاس والويلث وهكذا. عايز حضرتك تبقى عارف ان التنوع بين السيجمنتس بتاعت الناس ده مش بيفرق في التعامل معاهم. كل الناس بتاخد نفس السبيشال تريتمنت بتاعت CIB اكروس كل العملاء، ولكن كل عميل من دول حاطط مبالغ معينة عندي بيبقى ليه احتياجات تانية مختلفة عن عميل تاني. وده يوريك قد ايه في كلوز فوكس اند مونيتورنج على كل الناس. فعلا منظومة البنوك دي منظومة رهيبة وخطيرة، وقد ايه منظمة، وقد ايه فيها فكر، وقد ايه فيها ابعاد. ومن هنا قسمنا الناس لسيجمنتس. ندخل على النوع الثاني من المنتجات اللي هو الاسيتس. وفهمنا كلمة اسيتس يعني اصول البنك. اصول البنك دي بمعنى ان انا مدي للناس الفلوس والمفروض ان هي ترجع لي تاني with interest. قبل ما نتكلم على انواعهم برضه وبمنتهى الاختصار عشان ما تدوشكوش او انتوا نفسكم ما تخافوش وتحسوا الموضوع كبير، لا الموضوع عادي خالص. بيقول لك في 3 حاجات في اي حد هياخد اسيتس. مبدئيا سنه لازم يكون 21 سنه، وذكرنا هنا السبب ده واحنا بنتكلم على الكرنت اكاونتس عشان تعرفوا ان كل المنتجات انتجريتد مع بعض ومتصله ببعض. ايه هو السبب؟ عشان يبقى عند حضرتك اهليه قانونيه ان انت تاخد لون او ان انت تمضي شيكات، سن حضرتك لازم حتما ولا بد يكون 21 سنه. كل الناس اللي بتاخد اي منتج تحت لونز او اللي هي الاسيتس يعني بيدفع حاجتين، بيدفع انترست وبيدفع فيز. واهم حاجه ان كل الناس لازم يتعمل عليها اي سكور تشيك او استعلام بنك مركزي، ونشوف البرفورمانس بتاع العميل. يا جماعه البنوك ما بتفرحش ان هي تطلع لونز على قد ما هي بتبقى لازم تدرس بروفايل العميل عشان تشوف تديله ولا ما تديلوش، وان اديته تديله قد ايه على حسب حاجات كتير منها البرفورمانس بتاعه في الاي سكور اخباره ايه. احنا عندنا تحت اللونز في حوالي 3 منتجات اللي هي بيرسونال لون. ومهم عندي تبقى انت عارف البيرسونال لون ده بيتاخد ليه. واحد مزنوق في بالك اوف ماني عايز يوديه لشيء ما دلوقتي، عايز يعمل ماسترز، عايز يتجوز، عايز يعمل حاجه فيها بالك اوف ماني رايحه على طول، وبالتالي ده بيعمل بيرسونال لون. وبالتالي الاقساط بتاعته بتبقى محسوبه مسبقا من الاول. حضرتك هتاخد عندي قرض شخصي مدته مثلا 5 سنوات، حضرتك الاصل اللي خدته مني 100,000 جنيه، الفوائد المحسوبه عليه 35,000 جنيه، كل ده مثلا. وبالتالي قسط حضرتك جزء منه بيسدد الاصل اللي هو ال 100,000، والجزء الثاني من نفس القسط بيسدد ال 35,000 اللي هي الانترست. لان احنا اتفقنا البنك بيكسب امتى؟ لما بيطلع القرض ولا لما بيرجع له تاني؟ لما بيرجع له تاني، لانه لما بيرجع له تاني بيرجع له with interest. فهو واحد عايز فلوس موجهة لشيء معين في bulk of money. على النقيض في واحد بيبقى عايز احتياج محدد ومعين، زي انه عايز يجيب عربية،
الراجل اللي عايز يجيب عربيه او يشتري عربيه. واتكلمنا في السيشن بتاعتنا ان كلتشر الناس اتغيرت دلوقتي شويه ناحيه العربيات، وفي ناس بقت بتجيب عربيات فور ذا سيك اوف انفستمنت، لان هو شايف ان العربيه دي لما يرجع يريسال التاني او يرجع يبيعها تاني ممكن يكسب فيها، which is بيحصل وبيحصل كتير. ولكن تقدر تاخد كار فاينانس، اقدر امول لحضرتك العربيه. وبالتالي بنزعم وبندعي ان انا ممكن ادي حضرتك 100% من قيمه العربيه، حضرتك ممكن ما يبقاش عليها اي حظر، طبعا ما بناخدش نسخه من المفتاح، حاجات كتير جدا فيها a lot of benefits تحت الكار فاينانس. وفي ناس تانية بيبقى عايز يعمل شيء معين، وهو ان هو يجيب شقه احلامه، ان هو يبقى بيمتلك العقار الخاص بيه، فده بيدخل في قرض التمويل العقاري او المورجج لونز. المورجج لونز هي البرودكت اللي بيمول الناس لغايه مبالغ كبيره بمدد طويله، لان احنا باي اندرستاندينج النيد دي، هو واحد مش رايح يجيب حاجه بسيطه، ده رايح يجيب عقار اسد، راح يجيب عقار. اذا احنا عارفين ان الفلوس المدفوعه لازم نمول مبالغ كبيره ومدد طويله، بحيث ان احنا نقدر نعمل ايه؟ نجذب ناس اكتر. وبالتالي ممكن تلاقيه بيسدد لغايه 20 سنه، ممكن تلاقي الاماونتس توصل لغايه 5 مليون، ارقام كتير. طب ايه راي حضرتك ان في واحد ساعات بيبقى عايز ياخد قرض او يعني يستلف فلوس من البنك وهو مش مزنوق في حاجه اصلا، وبيقول لك ان انا لو اتزنقت مش عايزك تحاسبني غير على المبلغ اللي انا استخدمته، ومش على المبلغ اللي انا استخدمته وبس، لا ده انا كمان عايزك تشوف انا استخدمته قد ايه، وعدد الايام او المده اللي انا استخدمت فيها الفلوس هو ده بس اللي تحاسبني عليه. الراجل ده بيتكلم باني لانجوج؟ بيتكلم باللانجوج بتاعت الاوفر درافت لاين او الاو دي ال، اللي هو القرض اللي بنسميه بلغه البنوك قرض السحب على المكشوف. هو راجل مش مزنوق في فلوس، واخد الفلوس دي احتمال ان هو يتزنق، وبيقول لك لو اتزنقت حاسبني بس على المبلغ اللي انا استخدمته وفي المده اللي انا استخدمتها. وبالتالي الراجل ده يا جماعه بيتكلم باللانجوج بتاعه الاوفر درافت لاين. حتى جوه الاوفر درافت لاين هتلاقي ان في انواع كتير تو ساتيسفاي كل النيدز بتاعه الناس. وطبعا الشيء الشهير في الاقتراض وهو يعني عشق الناس كلها اللي هو الكريدت كاردز، يعني باي ناو باي ليتر، اشتري دلوقتي وادفع بعدين. هو ده فكرة الكريدت كاردز. طبعا هو كروت موجهة للمشتريات، ولكن مع اوبشن ان انت ممكن تسحب منها كاش. however من المفضل دايما ان حضرتك تشتري بيها، وبتاخد فترة سماح تصل إلى up to 55 يوم. سي اي بي عامل هنا بيلينج سايكل، او ان حضرتك تقدر تدفع باكتر من طريقه للسداد. ممكن تدخل في سايكل 25 او 21 او 5، حاجات تواريخ طبعا كلها، بحيث يبقى في حتى تنوع بين الناس، للي عايز يدفع في وقت معين يدفع زي ما هو عايز. العملاء طبعا بتدفع يا 100% من اللي سحبوه يا 5% منه بس، يقدر ان هو يعمل عن طريق كريدت كاردز دي حاجات كتير، يشتري يسحب كاش جوه مصر بره مصر، انترنت يوسج زي ما هو عايز. طبعا ده لا يمنع ان في برودكتس تانية لناس ممكن ما تبقاش ولا عايز لونز ولا عايز اسيتس ولا عايز لايبيليتيز، هو مش عايز اكاري اوفر معايا كاش كتير، وبالتالي انا عايز يبقى معايا كارت بري بيد. يعني ايه بري بيد؟ يعني كارت مدفوع مقدما. مدفوع مقدما ده بمعنى ان انا اللي حاطط الفلوس اللي فيه، وهي دي اللي انا عايز استخدمها يا في مشتريات يا في سحب كاش. طبعا جواها اجان منتجات كتير، بداية من الطلبة للي مش للي عايز كارت ناشونال يوسج او انترناشونال يوسج، في فرايتي عظيمة حتى جوه البريبيد كارد. لونج ستوري شورت، وعشان ما بقاش طولت على حضراتكم، عايز اقول لحضرتك هذا التنوع الرهيب في المنتجات اللي هو يخلينا نقول ان احنا عندنا منتجات لايك
20 بلس، انت بتحاول ان انت تساتسفاي كل النيدز بتاعت كل شرائح المجتمع عشان نضمن ان الناس دي تبقى مشمولة ماليا بما يعود على البنك وعلى البلد وعلى كل القطاعات بالنفع ان شاء الله. ويا رب السيشن دي تكون عادت عليكم بالنفع برضو ان شاء الله. سوري لو كنت طولت عليكم او كنت بتكلم بسرعة. هوبفلي ان انتوا تكونوا جمعتوا شوية فكرة او جليمس عن البرودكتس اللي احنا شرحناها قبل كده، ويا رب تكونوا استفدتوا من الريفيجن ده. واتشرفت بيكم وكان نفسي اشوفكم كلكم، ولكن يعني ده لسوء حظي. بس ان شاء الله يا رب نتقابل قريبا. مش عايز حد يروح في اي حتة. فريدة جاية لحضراتكم حالا دلوقتي، واستأذنكم تنتظروا معانا سوا. شكرا، باي باي. ايه رأيكم في السيشن بتاعت استاذ شهاب؟ يعني يا رب تكونوا اتبسطتوا بيها، والشرح كان مفيد بالنسبة لكم. احنا كنا بس حابين ان احنا نراجع على السي اي بي برودكتس تاني، بس نريليت them بالذات لفاينانشال انكلوجن، بما ان التوبيك بتاعتنا هي فاينانشال انكلوجن. فمبسوطة ان كذا حد في الكومنتس بيقول انها حلوة ومفيدة. تسنيم وسارة ولمياء وفاطمة، في حد انونيمس بس شكرا ومريم. ناس كتير قوي بتقول ان هم اتبسطوا بالسيشن، فمبسوطة جدا ان انتوا استفدتوا منها وعجبتكم. احنا دلوقتي ممكن نخش على الفيديو تاني بتاع رنيم، وبعدين بعد الفيديو بتاع رنيم هناخد a very short break، ونرجع تاني على ال sustainability زي ما قلت لكم، وهنتكلم اكتر على ال على الامتحان. هقول لكم حاجة بسيطة على الامتحان، ونشوف فيديوز بتاعة 2021 summer intern زي السيشن اللي قبليها زي امبارح. فتعالوا نشوف الفيديو بتاع رنيم ونرجع تاني بعدين. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. معاكم رنيم رمضان من إدارة التدريب والتطوير البنك التجاري الدولي. اهلا بيكم معانا النهارده. احنا النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا على كل المستويات، المستوى المصري والمستوى العالمي كمان. هنتكلم على الشمول المالي. ايه هو الشمول المالي؟ الشمول المالي هو الاشخاص والشركات اللي بيستخدموا الخدمات المالية. نقدر نقول كمان ان الشمول المالي هي استراتيجية طويلة المدى بتهدف لتوسع الوصول للخدمات المالية لشرائح مختلفة من المجتمع. مش بس ان احنا نوصل لها الخدمات المالية، ولكن ان هم يستخدموها كمان بشكل فعال. فالشمول المالي هي الاشخاص والشركات
اللي بتتعامل مع مؤسسات مالية مختلفة زي البنوك عشان يقدروا ياخدوا ميزات مختلفة زي الدفع والتحويل والادخار والاستثمار وكمان التأمين. بيقدروا ان هم يحصلوا على الميزات دي او المنتجات دي بسعر يكون معقول يشجعهم في ان هم يكملوا استخدامها. زي ايه؟ زي حد يبقى عايز يدفع فاتورة كهرباء فيستخدم ساعتها المحفظة الإلكترونية بتاعته، أو حد محوش مبلغ معين يبدأ إن هو يحطه في البنك في صورة شهادة مثلا عشان تطلع له عائد شهري أو ربع سنوي أو غيره يعني، ويستفاد بالعائد ده أو الفايدة دي. أو ممكن كمان بما إننا السنة دي بنتكلم على ريادة الأعمال الانتربرينورشيب، لو حد عايز يعمل مشروع معين ممكن يبدأ إن هو ياخد تمويل أو قرض من البنك عشان يقدر إن هو يعمل مشروعه ومشروعه ينجح. فكل حد مننا يقدر يختار خدمة تسهل عليه حياته تكون بسعر وجودة مناسبين. كمان الشمول المالي بيعتبر من الآليات الأساسية لتقليل الفقر وتحسين مستوى المعيشة. ليه؟ لأن الوصول للخدمات المالية دي بتدي الفئات المهمشة فرصة ان هم يخرجوا من الفقر، مش بس للفرد، لا ده بيساهم في تحسين الاقتصاد بشكل عام. على مستوى العالم التطور التكنولوجي ووجود الموبايلات على طول السمارت فونز عند معظم الناس ده سهل التوسع في الخدمات المالية، وبقت ناس كتيرة قوي كان يصعب عليها الحصول على خدمات مالية بقى يسهل عليها دلوقتي الحصول على الخدمات المالية دي، سواء كانوا أفراد أو شركات. احنا عمالين نقول خدمات بنكية، عمالين نقول منتجات مالية، خلينا نفتكر مع بعض ايه هي المنتجات البنكية دي. زي ما قلنا خلال التدريب السنة دي، المنتجات البنكية بتتقسم لنوعين. النوع الأول وهو اللايبيليتيز أو الالتزامات، وهو التزام البنك من ناحية العميل. يعني العميل بيحط مبلغ معين في البنك، فالبنك بيبقى ساعتها مسؤول ان هو يرجع المبلغ ده للعميل وعليه فايدة أو عائد. بيتمثل في ايه بقى؟ صور اللايبيليتيز او انواع اللايبيليتيز او الالتزامات دي بتبقى عاملة ازاي؟ اول حاجة الحسابات، ان العميل يحط مبلغ عادي جدا يفتح حساب، ودي بتبقى اول علاقة ما بين العميل والبنك. وفي نوعين من الحسابات، حساب توفير بينزل عليه فوائد، وحساب جاري مش بينزل عليه فوائد ولكن في ميزة اخرى وان هو بيساعد العملاء ان هم يطلعوا دفتر شيكات. طيب تاني نوع من الالتزامات وهي الشهادات. الشهادات دي تبقى شهادات استثمارية طويلة المدى، بيقدر العميل يحط مبلغ معين في البنك ويطلع له عليها فايدة أو عائد بشكل شهري أو ربع سنوي أو غيره. طيب والودائع؟ الودائع بتبقى استثمارات قصيرة المدى، بتوصل لحد كمان يعني ممكن تعملها أسبوعين و3 أو شهرين أو 3 شهور. رابع نوع من اللايبيليتيز وهي صناديق الاستثمار، الموتشوال فاندز. ننتقل للنوع الثاني من منتجات البنك. النوع الثاني وهو الأصول أو الأسيتس. الأصول أو الأسيتس بتتمثل في 3 حاجات. أول حاجة وهي القروض. القروض معناها ان انا بسلف العميل مبلغ معين، والعميل بيبقى هو ساعتها الملتزم يرجع لي المبلغ ده في صورة اقساط معينة. وتاني نوع وهو الكريدت كارد او كارت الائتمان. وكارت الائتمان ده ان البنك بيحط مبلغ معين للعميل في صورة كارت، يقدر العميل يتمتع بمزايا مختلفة كتيرة جدا من الكارت ده. ثالث نوع وهو الأوفر درافت أو السحب على المكشوف، وده ببساطة إن البنك بيحط مبلغ معين للعميل في حسابه، يعني في حساب اسمه حساب جاري مدين. أوكي، إن العميل بيقدر يسحب مبلغ معين من الحساب ده ويرجع على طول المبلغ ده للحساب. دلوقتي احنا كده شفنا المنتجات البنكية، اوكي، اللي هي بتتمثل في اللايبيليتيز اللي هي الالتزامات، والاصول اللي هي الاسيتس. في خدمات بنكية تانية طبعا في خدمات بنكية كتيرة جدا، منها الموبايل بانكينج والانترنت بانكينج اللي بتمكن العميل ان هو يحول مبلغ معين
أو يتابع حساباته من وهو قاعد في مكانه على موبايله على طول عبر الإنترنت. وفي خدمات بنكية تانية برضو مختلفة زي المحافظ الإلكترونية اللي بتمكن العميل إن هو برضو يحول مبالغ وإن هو يدفع فواتير زي فاتورة الغاز والكهرباء لجهة مثلا حكومية معينة. ليها برضو كمان خدمات مختلفة، طبعا ليها خدمات كتيرة جدا. وتحت كل نوع من انواع اللايبيليتيز والاسيتس، تحت كمان برضو جوه المحافظ الالكترونيه بيبقى فيه انواع مختلفه كتير. فكل واحد مننا هيقدر ان هو يشوف المنتج المناسب ليه ويستفاد منه على طول. تعالوا ننتقل كده ونشوف هو الشمول المالي ده بيستهدف مين. الشمول المالي بيستهدف الفئه المستبعده ماليا، اللي هي مين؟ اللي هي المرأة، كبار السن، الشباب، العمال اللي بيشتغلوا في المصانع أو المزارعين اللي في المناطق الريفية، الناس اللي لسه مش بتتعامل مع أي مؤسسة مالية ولا عندها أي خدمة مالية من اللي بتقدمها المؤسسات دي. اللي بيخلي إن في ناس لسه مش بتستخدم الخدمات المالية دي؟ في الحقيقة في تحديات كتير. أول حاجة إن في ناس ضد فكرة استخدام التكنولوجي في الخدمات المالية. يعني مثلا في حد مثلا يبقى خايف إن هو يحول لحد تاني مبلغ معين عبر الإنترنت. تاني حاجة من التحديات إنه الموقع أو اللوكيشن. يعني ممكن حد مثلا يبقى اللوكيشن بتاعه مفهوش أي مؤسسات مالية حواليه أو يصعب وصوله لأي مؤسسة مالية. طيب تالت حاجة الأوراق والمستندات. الأوراق والمستندات اللي ممكن تطلب لما تفتح مثلا حساب أو تعمل خدمة معينة، في ناس بتلاقي فيها صعوبة. طيب رابع حاجة وهي مصاريف الحسابات والخدمات المختلفة. عايزين نتأكد إنه كل تحدي بيواجه الشمول المالي بيبقى قصاده خطوات وخطط بتتعمل عشان تقلل من التحديات دي، زي حملات نشر وعي كتيرة جدا بتتعمل عن الشمول المالي وتثقيف مالي لأفراد كتيرة قوي في المجتمع. تاني حاجة العمل على وجود بنية تحتية infrastructure قوي. تالت حاجة بقى دلوقتي في منتجات الأفراد تقدر إن هي تحصل عليها بس بالبطاقة، فمش محتاج أي مستندات وأوراق تانية مختلفة. رابع حاجة أساليب دفع متعددة ووجود منتجات متنوعة كتيرة جدا. وخامس حاجة بالنسبة للناس اللي بتتخوف من مصاريف، ففي منتجات حاليا كتيرة جدا بدون أي مصاريف. فعلى طول الحكومة والبنك المركزي بيضعوا خطط واستراتيجيات فعالة في تحقيق الشمول المالي، وغير كده كمان برضو في تحسين نوعية الخدمة المالية اللي بيقدموها، لأن ده بيعمل يعني تأثير قوي جدا على نشر المساواة في الفرص والاستفادة والرخاء الاقتصادي. فالخدمات دي بتساعد النساء والشباب والفقراء في امتلاك أسباب القوة الاقتصادية اللي بتخليهم أو بتوفر ليهم القدرة على تنفيذ استثمارات صغيرة منتجة. بكده بنرفع الإنتاجية وبنزود من دخل الفرد، واللي بدوره بيزود الاستهلاك وبيحرك عجلة الاقتصاد. فالشمول المالي ليه تأثير قوي جدا على جوانب مختلفة، جانب الاقتصادي والاجتماعي، ده غير انه ليه تأثير كمان قوي جدا على جانب الاستدامة، كونه ان هو عامل اساسي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة اللي بتهدف لحياة مستقبلية افضل. طيب هنتكلم دلوقتي على الاساليب في دعم الشمول المالي. اول حاجة وهي الليدرشيب، القيادة. وجود قيادات عندها رؤية للمستقبل وفهم أهمية الشمول المالي كويس وقادرة أنها تشجع الناس على الدخول في المنظومة، خصوصا أن تحقيق فوائد الشمول المالي ده ممكن يحصل بعد فترة مش قصيرة خالص.
فبالتالي لازم يكون في خطة طويلة المدى وخطواتها تكون محسوبة، ويتم تشجيع المواطنين والاستمرار في توعيتهم بأهمية الشمول المالي على طول. تاني حاجة وهي target based approach. التارجت بيست ابروتش انه لان سياسات الشمول المالي عادة بتستهدف قطاعات محددة زي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق المحرومة من الخدمات المالية، لازم يكون في خطة وخطوات محددة عشان مراقبة الوصول للأهداف دي وتحقيق كمان نجاح معاها. ثالث حاجة وهي regulatory framework. لازم يكون في تشريعات محكمة وإطار قانوني واضح للتعامل داخل منظومة الشمول المالي، بحيث يتم حماية مصالح العملاء طبعا، وتكون المعاملات المالية عادلة، وكمان ما يتمش أي تلاعب، بالإضافة إلى طبعا وجود مرونة ومساحة للابتكار. رابع حاجة وهي الماركت ديفلوبمنت. خلينا متفقين انه تطوير السوق وايجاد طرق بديلة للوصول للخدمات المالية في المناطق الزراعية المحرومة من الخدمات بأسعار قليلة حاجة مهمة جدا في تحقيق الشمول المالي. خامس حاجة وهي تقوية البنية التحتية. تقوية البنية التحتية للمعاملات المالية ليه أكتر من فايدة. أولا بتسهل المعاملات المالية. حاجة تانية برضو بتخلي الناس تحس بثقة في كفاءة المنظومة، فما تخافش مثلا ان هي تسحب من الاي تي ام، او مثلا ما تخافش ان هي تحول مبلغ معين من حساب لحساب حد تاني. فوجود بنية تحتية وتشجيع المواطنين يعني ان هم يستخدموا الخدمات الالكترونية المالية هيساعد طبعا كتير جدا في تحقيق الشمول المالي. سادس حاجة هي الانوفيشن and technology. طبعا الابتكار وتطور التكنولوجيا ساهموا بشكل كبير قوي ان يكون في مؤسسات مالية قايمة على التكنولوجيا، وطبعا المؤسسات دي ممكن تساهم في تطوير وانتشار الشمول المالي بشكل كبير جدا، لانها بتقدم للعملاء خدمات مختلفة يقدر العميل يوصل لها من اي مكان وبسهولة جدا وهو قاعد في البيت. سابع حاجة وهي financial literacy اللي هي الثقافة المالية. طبعا العملاء اللي فاهمين لغة المال هم اللي بيقدروا ياخدوا قرارات مالية سليمة، ومحو الأمية المالية هتخلي عند الناس القدرة على معرفة الخدمات المالية المتوفرة ليهم، ويقدروا يختاروا بينها ويتمتعوا بمزاياها المختلفة. تامن حاجة والحاجة الأخيرة اللي بتدعم الشمول المالي هي المونيتورينج اند ايفالويشن. زي أي مشروع في الدنيا، الشمول المالي لازم يتم مراقبة نجاحه وتحديد المشاكل والتحديات عشان نشتغل عليها ونطور على طول من الشمول المالي. وبكده احنا نكون اتكلمنا عن ايه هو الشمول المالي، وايه هي أهميته، وأهداف الشمول المالي، والتحديات اللي بتعوق تحقيق شمول المالي، وازاي نتخطى التحديات دي، او ايه الخطوات اللي بتتاخد عشان نتخطى التحديات دي. وكمان برضو اتكلمنا على الحاجات اللي بتدعم الشمول المالي. يا رب تكونوا استفدتوا من المحاضرة، والناس اللي كانت حاضرة معانا السنة اللي فاتت في التدريب الصيفي لسنة 2021 اللي بيتكلم بشكل أساسي عن الشمول المالي يكونوا افتكروا أهم النقاط عن الشمول المالي. احنا كده خلصنا السيشنز اللي قبل البريك. تعالوا نطلع بريك بسيط قوي لحد الساعة 4:30. ناخد كده نص ساعة ريفرش، ونرجع تاني بعديها جاهزين لبقية الكونتنت. احنا بعد البريك ان شاء الله هيكون عندنا سيشن عن ال sustainability، وهيكون عندنا فيديوز بسيطة قوي من 2021 competition winners يراجعوا معاكم تاني على financial inclusion، ونوريكم طبعا شغلهم اللي هم كسبوا بيه في المسابقة. فتعالوا ناخد كده بريك سريع وبسيط ونرجع تاني.